بصراحة ومن الآخر كده الموضوع زاد عن حده، واللي بيحصل ده محدش راضي عنه، ولا أي حد يرضيه باللي بيحصل بين الإخوات. وإيه السبب اللي وصل الأمور إن هي تحصل ده كله؟ كل ده هنعرفه في قلب الفيديو. محمد حوارات فاض بيه وطلع هيوضح. محمد طلع وهيوضح لكم كل النقاط الغامضة، عشان البني آدم الطيب لما الناس بتيجي عليه مرة واتنين وعشرة بيجي عليه وقت ويشوف قد ايه هو اتظلم والناس جت عليه. بيجي عليه وقت ويقول استوب، خلاص انا مش هسمح لحد تاني انه يظلمني، مش هسمح ولا هخلي اي حد تاني يجي عليا. البني ادم الطيب لما بيوصل بيه وبيفيد بيه بيوصل لمرحلة محدش ممكن يتخيلها. محمد طلع وبيسأل نفسه قبل ما يسأل الناس ليه المرحلة وصلت بينه وبين أخوه حمدي بالشكل ده وبالوضع ده، بالوضع السيء اللي هم وصلوا ليه. محمد مش فاهم ولا قادر يفهم هو حمدي زعلان منه في ايه، ولا أنا زعلته في ايه. محمد هيتجنن ونفسه يفهم ليه أخويا حمدي بيطلع ويعمل لي بلوكات على جميع السوشيال ميديا. على جميع السوشيال ميديا عامل لي بلوكات. طيب بناء على ايه وانا كنت اقرب الناس ليه؟ طبعا انا بكلمكم بناء على كلام محمد، كلام اللي قاله محمد في الفيديو الاخير لي على قناته. انا طالعه بوضح لكم النقاط دي. محمد بيسأل وبيتسائل انا عملت ايه في حق حمدي اللي انا كنت اقرب الناس ليه وكنت بخدمه بدون اي مصالح شخصية ما بينا، بدون وجود اي بيزنس ما بينا، ما كانش في حاجة ما بينا فيها فلوس تخرب علينا حياتنا وتخرب علينا اخويتنا. احنا اخوات، ما ينفعش نوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها. محمد مش فاهم ايه اللي بيدور وايه اللي بيحصل، وليه حمدي اتغير بين يوم وليلة، مع ان انا كنت اقرب حد ليك يا حمدي. انا اللي كنت بعينك وبساعدك وانت في تركيا، بعمل لك كل احتياجاتك وكل حاجة ليك، وانت الوحيد اللي كنت بتطلب منه لو محتاج اي حاجة هو انا. طبعا انا بكلمكم على لسان محمد عشان الناس تفهم الامور وتتضح لها بشكل كبير. دلوقتي يا حمدي انت لما كنت في تركيا انا بساعدك بحكم ان انت اخويا الكبير اللي بحبه وبيحبني. كنت بروح لك الخارجية وبعمل لك الامور الخاصة بمدارس عيالك، كنت بعمل لك بيان نجاح ليك والوفاء. اي امور مادية خاصة بالبنك كنت بروح وبعملها لك. طلعت لك 30,000 دولار من البنك ليك. على اي اساس يا حمدي انت عامل لي توكيل عام رسمي؟ اشمعنى انا الوحيد ضمن اخواتك اللي اخترتني ان انا اعمل لك توكيل عام رسمي خاص بيك باسمي، وان انا سير لك امورك ومشي لك امورك في مصر اكنك موجود في مصر؟ اكيد في سر ان انت اخترتني دونا عن اخواتك. ليه انا المميز ضمن اخواتك اللي اخترتني وتعمل لي توكيل عام رسمي امشي لك امورك كلها في مصر زي ما قلت لكم اكنك موجود بالظبط في مصر؟ ايه اللي قلبك من يوم وليلة عليا ووصلك للحالة اللي انت وصلت فيها معايا؟ نسيت يا حمدي العشرة الطيبة والايام الحلوة اللي ما بينا؟ ويوم ما كنت مستنيك ومسك لك الستارة وانت جاي علينا بدخلة رمضان، مسكت لك الستارة ساعتين واكتر وفرحان عشان ابين مفاجأتك لينا، ونسيت لما رحت استقبلتك في المطار وقعدت ساعتين مستنيك؟ نسيت اي حاجة حلوة انا عملتها لك؟ على الرغم من كل ده ما كانش فيه اي بيزنس ما بينا ولا اي شغل ولا اي فلوس. انا بعمل كده حبا فيك، حبا ان انت اخويا الكبير اللي بحبه واللي خايف على مصلحتي وخايف على حياتي وخايف على زوجتي وعلى اولادي. خاف يا حمدي، الدنيا مش مضمونة.
الدنيا مش مضمونة، وزي ما ربنا وهب لك الزوجة الطيبة ووهب لك الأبناء ووهب لك الصحة ووهب لك الفلوس، خاف إن كل ده يروح في لحظة. أنا نفسي أفهم أنت بتعمل معايا كل ده ليه؟ إزاي كنت أقرب حد ليك من إخواتك وبقيت أبعد ما يمكن ليك؟ كل حاجة عامل لي عليها بلوك، مقفل لي الدنيا كلها. وقال في الفيديو وضح لنا مصدر صوتي فويس لي، قال يا جماعة وضح نقطة، قال أنا موبايلي بيسجل المكالمات تلقائيا، أنا مش قصدي إن أنا طالع أقول على الفويس الخاص بوالدي أو أبين للناس قد إيه أنا طيب، لا أنا بوضح الأمور. وضح لنا نقطة إن الموبايل بتاعه بيسجل المكالمات تلقائيا، فدي مكالمة من ضمن المكالمات اللي بيسجلها، لأن أوقات بتجيله مكالمات ابتزاز، أوقات بتجيله مكالمات تعاقدات وشغل، فبيحب إن هو يسجلها بحيث لو رجع يسمعها تاني. فهو تمام. هكمل الكلام معاكم إن شاء الله بعد الأذان. والد حمدي نفسه مش عارف هو حمدي بيعمل كده ليه ولا إيه وصل الأمور لكده. حتى محمد بيستفهم مع والده بيقوله يرضيك ان هو يعمل لي بلوكات على كل السوشيال ميديا؟ يعني محمد انسان كويس ومحترم وبيرجع للي اكبر منه، رجع لابوه بيقول له حمدي بيعمل كل الكلام ده بناء على ايه؟ انا عملت لحمدي ايه عشان يعمل فيا كل ده؟ انا من وجهة نظري الحاج رأيه سلبي جدا جدا جدا. يعني بحكم ان هو بيطلع لنا في الفيديوهات ويوضح لنا كلامه ويدينا نصايح وحكم وكل حاجة وكل ده فوق راسنا، بس الموقف سلبي. لازم يكون في رادع، لازم نوقف الأمور عند حدها ما بين الإخوات عشان الموضوع ما يتحولش الكراهية، وإن الإخوات يوصلوا لنقطة الكراهية ويوصلوا إن هم يكرهوا بعض وتحول الأخوة لعداوة. لازم الحاج يحط فيصل، وزي ما بيطلع مشكور يدينا في حكم ونصايح، لازم ان هو يحط حد رادع بين الاخوات عشان الموضوع ما يتطورش الكراهية وعداوة. ده موقف الحاج باختصار جدا بناء على الكلام اللي قاله محمد في الفيديو. محمد مش قادر يفهم لحد دلوقتي هو حمدي بيعمل كده ليه. قال لو عقناه هوقفها، اوقف شغل عنها. انا القناه ما تعنيليش حاجه ابدا بجنب ان ربنا مديني الصحه عندي ابدا من اي حاجه. انا اتعمل لي استئصال غضروف وخدت حقنه غلط وعرفت معنى الصحه وقدرت معنى الصحه كويس. محمد قال طالما انا بصحتي ان شاء الله اطلع اشتغل على العربيه وهكسب وهتعب، طالما ربنا مديني الصحه انا هعمل كل حاجه، واليوتيوب ده اللي هيعني لي اي شيء. وقال كمان محمد حاول يا حمدي توقف المهزله اللي بتحصل علشان خاطر تعب مراتي نفسيتها تعبت ووصلت لمرحله انا ما كنتش احب اشوفها عليه ولا اشوفها في الوضع اللي هي فيه. وانت اكتر حد عارف، انت اكتر واحد يا حمدي عارف بالوضع الصحي بتاع مراتي، وعلى الرغم من كده طالع وبتتكلم وبتحط منتديات على اخوك، بتفضح في اخوك بدل ما تيجي تكلمني بيني وبينك تعرفني انت زعلان من ايه. لا بطالع بتوضح وتفضح على المنتديات، مع ان حصل قبل كده معانا مواقف كتيرة كنت دايما بتنصحني وتقولي ما تطلعش ولا ترد ولا اكنك شايف حاجة. ليه عملت كده فيا انا؟ يعني ما تردش على الجريب وبترد على اخوك اللي هو مش عارف انت عملت له ايه او انت زعلان ليه، مع اني اكتر حد وقف جنبك. وانا اول واحد بمجرد ما وصلت مطار جدة يا حمدي انت اتصلت بيه وقلت له ان انا وصلت، وقلت ده على لسانك ان انت اول حد يا محمد انا اكلمه واتصل بيه. شوف للدرجة قد ايه انت كنت بتحبني ووصلت الامور بينا ازاي. فانت ليه عامل كل ده؟ انا من وجهة نظري
ان كل ده بيحصل بسبب لعنة السوشيال ميديا، بسبب حب الشهرة والفلوس وحب التملك. كلمة قالها لمحمد وسمعناها في الفويس بودنا، بيقوله أنا رحت ولبست لبس الإحرام والناس كلها بتتفرج عليا. حمدي، انت رايح تعمل عمرة ومناسك العمرة، واحتراما لأداء مناسك العمرة ابعد بقى عن التصوير والكلام ده. انت رايح لحاجة بينك وبين ربنا، انت رايح في بيت بيحبوا ربنا. بعيدا عن التصوير رايح تقول الناس كلها بتتفرج عليا. قد ايه الشهرة والفلوس وصلتك للي انت فيه وان انت تقول كلمة زي دي؟ احنا رايحين نعتمر، رايحين لمكان ربنا مش لمكان خاص بالتصوير. للأسف اللي احنا فيه دلوقتي بقت الشهرة وحب الفلوس الناس بتسعى ليها. الناس مش معتقدة ان ده بيت ربنا اللي المفروض نحترمه ونأدي فيه مناسك العمرة أو الحج بكل احترام وأدب، بعيدا عن التصوير، بعيدا عن حب الدنيا، بعيدا عن ملذات الدنيا. لكن حب الشهرة والفلوس للأسف وصل حمدي للي هو فيه. وأنا بطلع وأقول نصيحة: حب لأخيك كما تحب لنفسك. زي ما حابب لنفسك إن أنت تتشهر، ادي أخوك الفرصة، ادي فرصة لأخوك يطلع زي ما أنت طلعت. محمد إنسان كويس والناس بتحبه جدا جدا، وإحنا بنحبه جدا وبنحبك يا حمدي وبنحترمك. فلازم ترجع اللي أنت فيه وتصالح أخوك بينك وبينه، مش على السوشيال ميديا. محمد زعلان على الحال اللي هو وصل فيه وعلى اللي وصلت فيه مراته، وهو لو مراته حصلت لها حاجة لا قدر الله مش هيسامح حمدي، وهو قال الكلام ده بنفسه. فمش ذنب محمد ان هو الناس بتحبه، مش ذنب محمد ان الناس بتتفاعل معاه ومع صفحاته ومع القناة بتاعته. اللي بيحبه ربنا بيحبب فيه خلقه. فانت لو زعلان من نقطة زي دي ان اخوك ربنا كرمه، مش من حقك ان انت تزعل. انت